السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. فيديو النهاردة هيكون فكرة غدا سهل وبسيط، أكلة من أكلات منيو الأسبوع. بالورقة والقلم حضري منيو أكلاتك الأسبوعية، لا تفكري ولا تحتاري. تعالي ندخل على فيديو النهاردة ونشوف هنعمل أكل ايه. هعمل معاكم النهاردة سمك المازيليا، هتبلها وهقليها، طعمها بيكون حلو جدا في القلي عكس ما بتكون في الفرن. اشتركوا في الفيديو قبل ما ابدأ الفيديو حبايبي. اكيد مش كلنا عارفين سمك المازيليا الا الاسكندرانية بس، ده سمك بحري من البحر، واسماك البحر لا يعلى عليها طبعا. بتتبل بالثوم والكزبرة وفلفل بالشطة اللي هي هريسة الشطة. طبعا انا حضرت التوابل بتاعتها زي ما انتم شايفين كده، وحضرت كمان الدقيق عبارة عن 3 معالق من الدقيق او 4 معالق حسب السمك بتاعك، وبحط عليها معلقه من الكركم ومعلقه كمان من النشا، وبقلب كله كويس مع بعضه. وكمان معايا الدقه بتاعتها فلفل اللي هو هريسه الفلفل اللي بنحضرها بيتقال عليها هريسة الشطة، وكمان 5 فصوص من الثوم مهروسين وكمون وملح، وقلبتهم كويس جدا. ولو عندك بهارات سمك حطي فيها بتبقى جميلة قوي. قلبتها وحضرت التتبيلة كده، وطبعا انا كنت غاسلة سمك المازيليا ومقطعاه، وحشيت السمك بالحشوة الجميلة دي. ما تنسيش بقى كمان عصرة الليمون، اهم حاجة الليمون في السمك. تمام، انا كده تبلت السمك بتاعي كله، وكمان هحطه كده في الدقيق وهغلف السمك بالدقيق. عايزه اقول لك بقى يا حبيبه قلبي، انا ليه حطيت معلقه نشا في الدقيق؟ اولا النشا بيخلي السمك كده مقرمش وجميل. لما بتقليه بيعمل القشره بتاعته كده بينشفها وبيقرمشها، ما بتكونش كده طريه ومزيته، لا بتبقى جميله قوي. بسبب بسبب النشا. اما معلقه الكركم اللي انا حطيتها دي، الكركم بقى طبعا ليه عامل قوي، فايده قويه جدا للجسم، دي معروفه. وكمان بيدي السمك لون ذهبي حلو. طبعا انا هنا خلاص غلفت السمك كله بالدقيق كده، وكنت سخنت الزيت في الطاسه كده على النار، وحطيت فيها السمك زي ما انتم شايفين كده. بقلب السمك، اهم حاجه ما تعليش النار عليها علشان خاطر الزيت بتاعك ما يسودش بسرعه ويخلي لون السمكه مش كويس. فانا قلبت السمك زي ما انتم شايفين اللون بتاعها حلو ازاي. في الوقت ده طبعا انا كنت بعمل رز الصيادية، بس بطريقة مختلفة خالص. حمرت بصلاية صغيرة كده، كرملتها وحطيت فيها ملح وفلفل اسمر وكمون وبهارات سمك، وحطيت كمان طماطمية صغيرة سبكتها كده مع البصلة. وفي الوقت ده غسلت الرز وضفت الرز بتاعي وقلبته مع الخليط، وحضرت لها بقى المية. تقدري بقى تحطي مية سخنة او مية باردة من الحنفية عادي خالص، وتحطي المعيار بتاع الرز. يعني 4 كوبايات من الرز البلدي بتحطي له 4 كوبايات من المية. حطيت معيار المية وقلبت وسبت الرز لحد لما يستوي. لما الرز بتاعك يتشرب خالص، المية تتشرب منه، قبل ما يتشرب للاخر وطي عليه النار علشان خاطر الرز ما يشدش منك. وادي اكلتنا النهارده خلصت معانا. شايفين بقى السمك وجماله، السمك مش شارب زيت خالص، السمكه مقرمشه بسبب النشا اللي انا حطاه، واللون الذهبي الجميل ده بسبب الكركم برضو اللي انا حطيته في الدقيق. دي اكله النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم اشتركوا في القناه لو مش مشتركين، وفعلوا الجرس علشان خاطر يوصل لكم مني كل جديد، وصلوا على النبي في التعليقات. شكرا لكم، إلى اللقاء في فيديو جديد، مع السلامة.